قبل أي كلام كتير وحشتوني وآسف على الغيبة الطويلة. تجربة من أبشع التجارب اللي اتعملت على الحيوانات وبتعبر عن قسوة البشر وانعدام القلب والمشاعر. الفيديو ده هيخليك تبص للبشر بنظرة تانية. اكسبلور وصلي على النبي ونبدأ. في الستينات جم علماء نفس عملوا تجربة غريبة جدا من نوعها، واللي حصل انهم خدوا شمبانزي رضيع من امه بعد الولادة على طول وابتدوا يربوه كفرد بشري عادي، وبالفعل حطوه وسط عيلة طبيعية وكانوا بيكلموه بيعاملوه كأنه طفل عادي، لحد ما الشمبانزي ده كبر وسموه لوسي. ولوسي دي كانت بنت، ومن هنا لوسي اتعلمت ازاي تتصرف زي البشر بالظبط. كانت بتعرف تلبس، وكانت بتحط الهدوم الوسخة في الغسالة وبتطبق هدومها وتحط هدومها في الدولاب بعد الغسيل، وبقت تاكل بشوكة وسكينة وتقلب في المجلات، واتعلمت لغة الإشارة وكانت بتتواصل مع عيلتها اللي مربياها بلغة الإشارة. ووصلت لمرحلة انها كانت بتتفرج على التلفزيون وكانت بتقعد تتفرج على برامج وقنوات معينة، وكانت بتاكل على الطاولة معاهم زيها زي اي فرد بشري في البيت. وكان من ضمن التجربة دي تجربة كاملة تماما، لدرجة انهم جابوا لها قطة كحيوان أليف علشان تربيها. والغريب انها كانت معاملتها كويسة جدا مع القط اللي بتربيه، وكمان كانت بتنظف البيت باستخدام المكنسة الكهربائية. انت فاكرني خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش. كانت بتشرب الخمرة معاهم في الاوقات اللي كانت العيلة بتشرب فيه. نفس الوضع اللي مشي على العيلة القردة لوسي مشيت بيه، ولما كانت العيلة بتخرج أو لوسي في مشوار مع حد من العيلة كانت بترجع البيت وتحضن كل الأفراد اللي في البيت، وبتغير من لبس الخروج للبس البيت لوحدها، وما كانش حد بيساعدها تماما، هي اتطبعت بطبعهم. وبعد ما بترجع البيت بتغير ملابسها وبتروح تحضر الشاي ليها والأفراد العيلة، وكمان كانت بتقدمه ليهم. وفي نفس الوقت اللي كانت بتتربى لوسي فيه، صاحبة البيت أو المسؤولة عن التجربة دي عالمة نفس قامت بتجربة في نص التجربة دي، والتجربة إنها جابت ذكر شمبانزي وقدمته للوسي. واللي حصل غير متوقع تماما. لوسي بعدت ذكر الشمبانزي عنها واتجنبته، وكانت بتعامله باشمئزاز وكأنه من مرتبة أقل منها أو جنس غير الجنس. وبعدها بفترة وهم بيراقبوا لوسي في تطورها مع البشر قرروا يطلعوها في البرية، نفس الحياة والبيئة اللي هي المفروض تعيش فيها كحيوان. واللي حصل هنا شيء غريب جدا، قرروا يراقبوا اسلوبها عامل ازاي، وكان اسلوبها انها كانت حزينة جدا وكانت بتعيط وما اختلطتش بأي حيوان، لا قرود ولا شمبانزي ولا حتى زومبي. ولما حاولوا يتواصلوا معاها بالإشارة كانت في نص عياطها وزعلها كانت بتشاور على مكان قلبها إن ده اللي تعبها وده اللي مسبب ألم ليها، وكل ده بسبب إن هي حاسة بغربة وسط بيئة مش متعودة عليها. وساعتها علماء النفس قرروا يسيبوها ويبعدوا عنها على نفس الوضع ده ويرجعوا لها بعد سنة. واللي اكتشفوه لما رجعوا إن القردة لوسي ماتت من الحزن على حالتها، إن هي بقت وحيدة. قلناها وهنقولها تاني، خليك رفيق بالحيوان، ومش معنى كده انك تحط دراعك في بق اسد وتقول جعان.